السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. اليوم غادي نوجد معكم جوج ديال العصائر. العصير الأول هو هذا كيف كتشوفوا معايا، وغادي نوجدوا العصير الثاني بطرق سهلة وبسيطة بدون حليب، بمقادير بسيطة متواجدة في كل بيت. والأهم أن هذا العصير كيجي لذيذ وصحي، يعني اللي مهم أنه صحي وحتى المذاق كيجي زوين وكيشربوه حتى الوليدات. هاد العصير يليق لكم في رمضان، قيدوه عندكم من رمضان توجدوه في الفطور او لا في السحور. كيجي الصراحه في المذاق غزال غزال، وبمقادير كيف قلت لكم متواجده في كل بيت. فما غاديش نطول عليكم بزاف. الى اول مره كتشاهدوا القناه ديالي، قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا اشتراك ولايك وتفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. الا كنتم مشاركين معايا وما كيوصلكمش الجديد ديالي، فما عليكم غير تحيدوا الاشتراك وتعاودوا ديروا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. ما نطولش معكم بزاف، غادي نخليكم مع بعض الصور وندوزو باش نوجدو هاد العصير هذا. وبالنسبه للمقادير، بالنسبه لهاد العصير المقادير كنحتاجو جوج ليمونات وبنانه وحده. يعني كيف لاحظتوا ما كاينش المقادير بزاف، جوج ليمونات، بنانه وحده، دانون فاني، كاس ديال الماء، وكاس ديال السنيده ما يكونش عامر. بالنسبه للسنيده كتبقى حسب الذوق، فتقدروا ديروا نص كاس فقط على حساب الحلاوه. هنا غادي نجيب خلاط كهربائي، غنوضع فيه هاد الليمون هذا قطعته نقيته قطعته طريفات، وغادي نضيف ليه هاد البنانه، وايضا غادي نضيف كاس ديال الماء. بالنسبه للماء، هاد الماء اللي ضفت هذا غير باش غادي نطحن، يعني ما نديروش بزاف ديال الماء، غير كاس فقط. السنيده حيت انا غتجيني كميه كثيره، هادشي علاش درت كاس ديال السنيده، ولكن الكاس راه ما عامرش. وهنا وضعتهم في الخلاط الكهربائي وغادي نخليهم يطحنوا مزيان مزيان. الخلاط انا دغيا كيطحن ليا. المهم بعد ما كيطحنوا غادي نزيدو معاهم، هانتوما كيف كتشوفوا غنزيدو معاهم دانون فاني اللي درت انا، وغادي نرجعهم باش يطحنوا. كيف كتشوفوا كنحصلوا على هذا الشكل هذا، وكنزيدو معاه جوج كؤوس اخرين ديال الماء اللي زدنا، وغادي نرجعوهم يطحنوا. ومن بعد كنصفيوهم. انا صراحه ما صفيتوش حيت كلشي تطحن ليا مزيان، وكنوضعوه على جنب، يعني العصير راه حضر. ندوزو باش نحضروا العصير الثاني. كيف كتلاحظوا ما فيش المقادير بزاف، جوج فقط. بالنسبه للعصير الثاني فهنا غادي نحتاجو انا هنا درت على حساب الجزر، الا كان كبير بزاف فكنديروا 4. انا عندي شويه صغارين، درت كيف كتلاحظوا 5. وجوج ديال المندارين. تقدروا الا عندكم ليمون كبير ديروا ليمونه وحده كبيره والخيز. المهم هنا كيبقى المقادير على حساب الافراد اللي كاينين في الدار. كيف لاحظتوا معايا درت دانون فاني وجوج معالق ديال السنيده. دائما السنيده كتبقى اختيار، يعني على حساب الحلاوه. كاين اللي ما كيبغيش حلاوه بزاف وكاين اللي كيبغي الحلاوه. المهم هاد الخيزو هذا غادي نقيه مزيان ونقطعو طريفات. الا كان خيزو كبير بزاف غادي تحيدوا ليه القلب، ما كانش كتخليوه بالقلب ديالو. انا درت خيزو درته فوق البوطه غادي يتسلق. وهنا شديت دوك المندارين نقيتهم وقطعتهم على هذا الشكل هذا. غادي نجيب الخلاط الكهربائي وغادي نوضع فيه هاد المندارين اللي قطعت كيف كتلاحظوا معايا. وفي نفس الوقت راه الجزر تسلق وحيدته وخليته حتى كيبرد. هانتوما كيف كتشوفوا معايا خليته حتى كيبرد. وغادي نجيبو باش نوضعو فوق هذاك الليمون اللي وضعت فيه الخلاط الكهربائي. يعني جوج مكونات فقط، ما كنحتاجوش المقادير بزاف. كيف كتشوفوا معايا ها هو وضعته في مولينيكس. وبالنسبه للسنيده كتبقى حسب الذوق، يعني ديروا معلقه او جوج. انا هنا درت جوج معالق. ضفت كذلك دانون ديال الفاني، حتى هو كيعطينا واحد المذاق زوين في العصير. وهنا غادي نضيف جوج كؤوس ديال الماء.
يعني 2 كيسان، وغادي نخلطهم مزيان حتى تخلط ليا، يعني كيطحنوا مزيان مزيان. وهنا حتى هو يعني الا بغيتو ضروري يعني على حساب انا الخلاط عندي يعني كيطحن ليا صراحه هاد مونيكس، كطحن ليا كلشي مزيان، يعني ما كنحتاجش نصفي. الا بغيتو تصفيو راه كتقدروا تصفيو باش هكا يعني كتحصلوا على واحد الختوريه وما كيبقاش لكم داك التفرتيت ديال الليمون. ولكن انا صراحه راه كيتخلط مزيان، هانتوما كيف كتشوفوا ما كاين لا تفرتيت لا والو. هنا العصير ها هو وجد، غادي نوضعوه في الكاس اللي غادي نحضروه. كيف كتشوفوا كيجي خاسر وزوين صراحة، وحتى المذاق يعني لذيذ، كيشربوه حتى الوليدات الصغارين. والأهم أنه كيجي لذيذ وصحي، يعني الأهم أنه صحي. هادشي اللي زوين. وكيف كنعرفوا الفوائد ديال الجزر، هنا كيف كتلاحظوا معايا العصير ها هو وجد. يعني نتوما كيف كتشوفوا كيجي على ختوريه، تقدروا توجدوه في الفطور اولا السحور. فكنفضل انا من الاحسن توجدوه للسحور، يعني بعد ما كتوجدوه كطحنوه كتخليوه بطبيعه الحال حتى كيبرد، باش هكا كيزيد يعطينا واحد المذاق رائع. كان هذا هو الفيديو اللي وجدت معكم اليوم. جوج ديال العواصر، يعني العصير ديال الجزر والعصير اللي وجدت معكم كذلك الاول. آه كيجيو الصراحه زوينين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم انكم تكونوا يعني خديتوا شي حاجه من عندي. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعاليق. هذا العصير الاول اللي وجدت معكم، فحتى هو كيجي صراحه لذيذ، وشربوه ليا انا بنياتي. كنتمنى الفيديوهات انهم ينالوا اعجابكم. شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. كيف قلت لكم الا مازالين ما مشاركينش في القناه ديالي او لا اول مره كطلع لكم القناه ديالي، فما تنساوش ديروا الاشتراك وتضغطوا على زر الجرس وديروا لايك للفيديو باش هكا يوصلكم كل جديد. وعلاش لا تبارطاجيو مع الحباب ديالكم والصحاب ديالكم باش هكا تعم الفائده. شكرا لكم.